السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة معانا في القناة. خلصنا بقى من أخبار الأهلي وإن اللعيبة اللي ماشية من الأهلي. نيجي بقى للشق الأهم، اللعيبة اللي جاية النادي الأهلي. طيب احنا معانا فترة كأس عالم الأندية، هي مكملة من شهر 6 لحد نص 7، شهر ونص. في أمريكا هيتلعب كأس عالم. بص يا صاحبي، دلوقتي احنا معانا كام فرقة تلعب كأس العالم؟ 32 فرقة. 32 فرقة هيلعبوا كأس عالم. 32 فرقة فيهم 11 واحد ألعبوا. 32 فرقة فيهم تقريبا 500 مليون دولار هيتوزعوا على الفرق. بحسبتك انت بقى وطلع الرقم، يعني ايه بحسبة الماتشات والرقم النهائي، يعني 500 توتال، يعني بالفايز بكله بقى، بالمشاركين والكلام ده كله. فالأهلي جاب زيزو، جاب إمام، جاب بن شرقي ده من الزمالك، جاب عمر كمال، جاب ياسر إبراهيم من الزمالك، جاب أحمد رضا من الزمالك، جاب مروان عطية خطفه من الزمالك، قندوسي خطفه من الزمالك، لعيبة يا كل ده خطفه من الزمالك، خطف مش جاب لعيبة. تمام. فاحنا معانا صفقة، أهم لاعب في الزمالك هو رايح الأهلي كأس العالم للأندية. حد يقول لي يا عم الراجل عقده بتاع، لا اقول لك هو لاعب خاص عقده كده كده بينتهي. طب احنا قلنا كام لاعب عقده بينتهي من الزمالك؟ احنا قلنا منهم 8، في منهم واحد مشي، زيزو، وده العنصر الاهم اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده وقلنا ان هو مكمل. بس الراجل خالف كل التوقعات، ومفيش حد في مصر اعتقد ان هو كان عارف ان زيزو هيمشي من الزمالك تقريبا. واي حد يقول لك انه هيمشي من الزمالك قبل الفتره من شهر ونص يبقى راجل كذاب، يبقى كان بيجس وخلاص. طب ايه هي بقى الصفقه الاهم؟ وهو نبيل عماد دونجا. حد يقول ده انا ماليش دعوه يا باشا، والله اللاعب ده اللي انا عارفه رايح الاهلي كاس العالم للانديه، موجود مع لعيبه الاهلي. طب دي بتوصيه من مين؟ من توصيه من اكرم توفيق. طب رقم التوفيق هو ماشي، ما هو هياخده معاه. شفت بقى، اكرم توفيق هو موصي بيه، وكمان قفشه موصي بيه، ان هم لو لعب كويس وكده وبتاع. حد يقول لي ما حد اثر على قرار كولر، كل راجل عين دي ودماغه ناشفه وبتاع. اقول لك والله يا باشا، هو ده المعلومه اللي عندي، معلومه وده مش بقى مش عايز اقول لك بقى ان احنا من صفحات جمال جبر والكلام ده. انا مش دعوه بجمال جبر اصلا، وما شفتوش الراجل ده غير هم 4 مرات تقريبا في النادي الاهلي كمان، يعني انا شفته قدام النادي مش جوه النادي. فالصفقات اللي انا قلت لك عليها دلوقتي هي صفقه نبيل عماد دونج من الزمالك. طب مين هيروح من الفرق التانية؟ ما انت العالم مش هياخد فرقه كلها من الزمالك يعني. ده انا بس ناقص نشيل النسر ونحط مكانه واحد قاعد بسهم. مين بقى الصفقة التانية؟ صفقة تانية مهمة جدا، مهمة جدا جدا جدا، واعتقد من الصفقات اللي هتفيد من الاهلي. ليه؟ لانه راجل بروفيشنال في اللعب بتاعه، بروفيشنال في كل حاجة، راجل شيك في اللعب بتاعه، حريف. ومحمد ابراهيم صاحب ال 33 عام هو رايح النادي الاهلي. يبقى احنا معانا محمد ابراهيم ومعانا نبيل عماد دونجا من الزمالك. حد يقول هم دول اللي هيجيبوا كاس العالم للانديه؟ كان جابوا الكونفدراليه للزمالك وقتها، يعني كل واحد في فترته جاب الكونفدراليه. طب هل محمد ابراهيم هيجيب كاس العالم؟ كان في فترته، كانت احسن فترات 2016، ما جابهاش، ما جابش افريقيا مع الزمالك. هيجيب مع الاهلي كاس العالم؟ لا طبعا. نبيل عماد دونجا بقى لنا 3 سنين بنخش افريقيا بس كونفدراليه، او نعمل حاجه بنطلع منها زي المولد برهم، ما عدا السنه اللي فاتت يعني كنا طالعين كسبانين البطوله. فبنوضح بس كام معلومه كده للاهلي، يعني ان هو انت عايز تنجح اكيد مش دونجا اللي نجحك ولا محمد ابراهيم، اكيد في حاجات اهم من دونجا. محمد ابراهيم يبقى اهم زي محمد شحاته، هيبقى اهم زي نص ملعب زي بلاتو تري، هيبقى اهم كتير جدا جدا جدا. توقعك انت مع كهلاوي لو نبيل عماد دونجا فعلا جه الاهلي ومحمد ابراهيم، هيفيد النادي الاهلي الفتره الجايه ولا لا؟